هنرجع تاني للسؤال، ليه جيل كامل مقتنع بالفكرة دي، مقتنع بفكرة إنه لو ما عنديش شغف تجاه حاجة، لو مش حاسس إن أنا عندي شغف تجاه حاجة، يبقى أنا فيّا حاجة غلط؟ هنجاوب عليه بإن أنت لأ، ممكن بنسبة كبيرة جدًا ما يكونش في غلط فيك خالص، ممكن يكون في وده الأغلب غلط في الفهم بتاع نقطة الشغف، في الفهم بتاع فكرة الشغف، الشغف ده إيه من الأساس، ممكن تكون هي دي المشكلة اللي عندك. الشغف حاجة بتعملها بتدّي لك قيمة، بتدوّر المَكَنة تاني تخلّيك تعملها مهما كان ما عندكش حماس، في 100,000 حاجة تهِد شغفك وتضيّعه خالص، زي إنك تقارن نفسك بالناس اللي أنت مستحيل تكون قدّهم، حالتهم النفسية أحسن منك، ظروفهم أحسن منك. حاجة تانية ممكن تهِد شغفك، إن أنت شايف النتيجة ومش شايف المسار في النُص. فخلّي بالك من ده، ما تقارنش نفسك بالناس وأنت بتختار الشغف، اختار حاجة أنت شايفها منطقية بالنسبة لك، مناسبة للحياة اللي أنت فيها، مناسبة للحالة الاقتصادية اللي أنت فيها، مناسبة لحالتك الاجتماعية، مناسبة لقدرتك البدنية، مناسبة لقدرتك العقلية، أنت قادر تعملها، حاجة أنت أهم حاجة، أهم حاجة تكون بتدّي لك قيمة علشان المكنة دي تفضل تدور.